بسم الله الرحمن الرحيم. حلقة جديدة يا جماعة، معاكم النهاردة أحمد حمدان. هنتكلم النهاردة عن أفضل 4 شهادات موجودة في البنك الأهلي المصري في الفترة الحالية في نهاية 2022. لو الموضوع ده يهمك خليك معايا. طبعا في البداية كده في 4 شهادات موجودة في البنك الأهلي المصري دلوقتي، هي الشهادة 16%، الشهادة 16.25%، الشهادة 16.5%، والشهادة 17.25%. طبعا انت هتحتار ايه الشهادات دي كلها او اعمل انهي فيها. طيب الشهادات دي هي عبارة عن شهادة بلاتينية مدتها 3 سنوات، يعني كل الشهادة دي لو انت حطيت فلوس في البنك الاهلي عملتها شهادة، الشهادة دي كلهم ال4 هيفضلوا 3 سنين. ولكن طيب لو انت عايز بقى تكسر الشهادة، يعني بعد مثلا فترة معينة، سنة مثلا، احتجت للفلوس دي وعايز تاخدها تاني، هل ينفع ولا لازم استنى ال3 سنين؟ لا، تنفع تكسر الشهادة بعد 6 شهور. يبقى دي حاجات عامة كده على ال4 شهادات اللي موجودين حاليا، المدة بتاعتها 3 سنوات. لو عايز تكسر الشهادة لازم يعدي عليك أقل حاجة 6 شهور، يعني أنت ما ينفعش تسترد فلوسك غير بعد ما يعدي عليك 6 شهور. طيب لما بتيجي تكسر الشهادة بتخسر نص أرباحك تقريبا. يعني لما بتيجي مثلا بعد 6 شهور قلت لهم أنا عايز أسحب فلوسي تاني، هيقولوا لك يا باشا شوف أنت خدت إيه في ال6 شهور اللي فات. لو أخدت 1000 جنيه مثلا هنخسرك 500 تقريبا. ده اللي بيحصل يعني تقريبا. لما بتيجي تكسر الشهادة بتخسر نص الفلوس اللي انت كسبتها، مش الفلوس الأساسية. اوكي طيب، برضو دي حبيت برضو اوضحها، ده على ال4 شهادات. طيب نيجي نتكلم اول شهادة بقى 16% عائد شهري، يبقى حاجة لذيذة جدا، ودي شهادة جميلة جدا والناس كتير بتروح عليها. الشهادة 16% دي العائد بتاعها شهري، يعني انت لو حاطط 100,000 جنيه هيطلعوا لك 16,000 جنيه في السنة. اقسمهم بقى على 12 شهر عشان تعرف انت هتاخد كام كل شهر. هتاخد تقريبا 1333 جنيه او كده، زي ما هنشوف مع، يعني هشرحها بالتفصيل بعد كده، ولكن انا بديك الفكرة. يبقى الشهادة 16% دي 100,000 جنيه بتديك 16,000 جنيه في السنة. عايز بقى بتاخد العائد بتاعها شهري، فنقسم ال16,000 على ال12 شهر، هتعرف انت بتاخد حوالي 1333 جنيه زي ما اتفقنا في كل شهر. طيب لو جيت حد تاني يقول لي مثلا هحط 50,000، نفس الفكرة، ال50,000 هتديك في السنة 8,000. اقسم 8,000 على ال12 هتعرف انت هتاخد قد ايه كل شهر. يبقى ده العائد الشهري. طيب رجعوا قالوا طيب في حاجة ربع سنوي، خلاص بتديك كام بقى الشهادة؟ كام؟ 16.25. يبقى الشهادة 16.25% دي العائد بتاعها ربع سنوي اللي هو كل 3 شهور. يبقى أنا لو عملت شهادة على 16.25% دي هاخد في السنة كلها 16,250. عايز أعرف بقى كل 3 شهور هاخد العائد بتاعها كل 3 شهور، عايز أعرفه أقسم ال 16,250 على ال4. طيب في حاجة تانية اسمها 16.5%. طب الشهادة التالتة اللي هي 16.5% دي للعائد كل 6 شهور. يبقى الشهادة مدتها 3 سنين احنا متفقين، هتاخد العائد بتاعها كل 6 شهور. طيب برضو هنحسبها مع بعض برضو، يعني هناخد في السنة 16,500، برضو هنقسمهم على 2 عشان نعرف هناخد كل 6 شهور قد ايه. طيب وفي اخر شهادة معانا اللي هي 17.25%، دي العائد بتاعها سنوي، يعني شهادة بريطانية هتاخد 17.25% والعائد بتاعها سنة. برضه لو عايز تعرف التوتال قد ايه، بسيطة خالص، لو هتحط 100,000 جنيه هتاخد 17,250 جنيه في السنة. اوكي برضه لو جيت تكسرها برضه شروط واحدة اللي هي 6 شهور لو بدك تكسر الشهادة، ولو جيت تكسرها برضه بتخسر نص اللي انت كسبته تقريبا يعني او كده. وقبل ما تكسر اي شهادة يا ريت برضه تتصل بالبنك، رقم البنك الموحد 19,623، واعرف بالظبط يعني هتخسر قد ايه او كده. لو عندك الاهلي نت او بتستخدم خدمات الاهلي اونلاين ممكن تكسر الشهادة وانت في البيت، وممكن تعمل الشهادة وانت في البيت.
يعني انت وانت في البيت ممكن تعمل شهاده وممكن تكسرها وانت في البيت وتبقى عارف هتخسر قد ايه وكل حاجه. فبناشد طبعا الناس كلها اللي عنده حساب في البنك الاهلي او كده، يا ريت تعمل خدمات البنك الالكترونيه او الاهلي نت، هتفيدك وهتقدر تعمل حاجات كتير من وانت في البيت. طيب وبكده اقول لك رأيي اللي هي افضل شهادة ممكن تعملها الشهادة الشهرية 16% اللي بتديك عائد شهري، وبرضو الربع يعني اللي هي 16 وربع اللي بتديك عائد كل 3 شهور، دي برضو كويسة. دول في رأيي انا. طيب غير كده ممكن تعمل بقى اللي بتديك في السنة كلها، يعني 17 وربع في السنة وخلاص، بس يعني انا بستبعدها. يبقى افضل شهادتين من وجهة رأيي انا 16% وال 16 وربع، اللي هي كل 6 شهور دي او عائد نصف سنوي، دي مش كويس يعني في رأيي انا مش كويسة. واللي هي عائد سنوي 17 وربع دي لو هتقدر تقعد سنة من غير ما تاخد اي ارباح، يعني دي حاجة ترجع لك انت، وانت بقى تختار ايه اللي يناسبك يعني. خلاص، لحد هنا حلقتي تكون انتهت معاكم النهارده. ما تنساش تضغط على علامه السبسكرايب الحمراء دي وتفعل الجرس المجمع من تحت الحلقه دي عشان يوصلك كل جديد. واخر حاجه احب اقول لك نورتوني في قناتي، وكان معكم احمد حمدان. قاعدين يا جماعه والله الحلقه خلصت، يلا سلام عليكم.